بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ نتكلم على المعاملات اللي بتتم عندنا على النجيلة أو المسطح الأخضر عندنا في فصل الشتاء. لو جينا بصينا هنا هنلاقي إن احنا عندنا نوع النجيلة اللي مزروعة دي اسمها باسبالم 10. النوع ده أصلا أمريكي، موجود ومنتشر في مصر جدا. بتحمل الملوحة بشكل كبير طبعا، لأن احنا عارفين في المناطق الساحلية عندنا بنبدأ نعمل اللي هو المية عندنا بتكون مية متكررة، ما بتكونش مية اللي هي عذبة، سواء في مناطق اللي هي في الساحل الشمالي أو في شرم الشيخ والبحر الأحمر، فالمية بتبقى متحلية. فطبعا احنا محتاجين نوع نجيل ان هو يتحمل النوع ده، فاحنا بنزرع النوع الأمريكي اللي هو باسبالم 10. طبعا المسطح الأخضر في فصل الشتاء بيكون يعني محتاج حاجة ان هي تساعده على يعني انخفاض درجة الحرارة. فهنلاقي ان اولا احنا هنا لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان احنا حاطين كومبوست. بدأنا ان احنا نضيف ليه كومبوست زي ما احنا شايفين كده، بالاضافة ان احنا حاطين اللي هو اللون الابيض ده اللي هو سوبر فوسفات، ده عشان يساعد النبات عندي او المسطح الاخضر ان هو يتحمل الانخفاض في درجة الحرارة اثناء فترة الشتاء. طبعا الري بتاع المسطح الاخضر عندنا في فصل الشتاء بيكون غير فصل الصيف، على حسب درجة الحرارة. هنبدأ ان احنا بإذن الله نتكلم عن الموضوع ده بعد كده، بس دي اهم المعاملات الشتوية اللي بتتم عندنا في المسطح الاخضر ده. بالاضافة طبعا اللي احنا عندنا لازم نقاوم الغريبة. احنا لو بصينا هنلاقي فيه غريبة، لازم الاهتمام بحتة مقاومة الغريبة وعمل الحدية عندنا وعمل التحديد عندنا هنا. طبعا المسطح ده مش معمول له حتة اللي هي الحدية او التحديد عندنا. شكرا.